السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبارة عن بطاطس هنسلقوها، بطاطس عادية قشرناها حطينا عليها مية وملح ونغطوها ونسلقوها. الجزر ده نشا، هنا 7 بهارات، ممكن تحطي كمون مطحون، فلفل اسمر مطحون، كزبرة مطحونة. هنا عندنا معلقة من الطحينة اهي، تمام. هنا شطة، زيت هنحطه على الطحينة، ممكن تحطي ليمون او خل. هنا كزبرة او شبت او اي حاجة خضرة. وهنا بيكنج باودر. دي المكونات بتاعتنا. هنخلص بقى نهرس البطاطس وبعدين نشوف. تعالوا بقى هنا هرس البطاطس اهو مع بعض. بصوا يا جماعة، هنا ادي هرست البطاطس اهي، وكان في حتة جزر كده مهروسة هرستها معاها، سلقتها معاها كده جزراية يعني اهو. مش عايزين طبعا اي تكتلات، على قد ما نقدر. هنبتدي بقى نحط بقية المواد بالتدريج، تمام. هتهرس اهي بطاطس، وهي سخنة كده هننزل على بقى بالطحينة عشان تسيح فيها. مش عايزة تحط طحينة، ممكن تحطي حتة سمنة او حتة زبدة اهو، تمام. ننزل بالطحينة كده عشان تدوب، وممكن تحطي على الطحينة نحط مع عصرة ليمون، مش عايزة تحطي ما تحطيش، او خل. مش عايزة تحطي بسم الله الرحمن الرحيم الطحينة، ممكن تستبدليها بمايونيز او بكاتشب، يعني لو عيالك ما بيحبوش الطحينة تحطي مايونيز. بتاعتنا هنا بقى هنحطه يعني شوية شبت صغيرين متقطعين كده اهي. هنحطه جزراية مبشورة، لو انت عايزة الجزراية تشوحيها على النار شوحيها بحتة بصلة، لكن انا عايزاه كده تكون يعني فيها الخروشة شوية، ما تبقاش طرية اوي اهو. خلاص كده كل الحاجات دي طبعا هندمجها مع بعض. هتحطي بهارات هنا زي ما قلت، كمون مطحون، فلفل اسمر مطحون، 7 بهارات. مظبطين الملح بتاعنا تمام. هنحط كده شوية شطة، حاجة سبايسي. هنحطه بقى، ممكن تحطي زعتر، قرفة. انا هحط هنا اللي هو حبة البركة، روزماري، مش هكتر يعني، يدي نكهة كده. ممكن تحطي كمون مش مطحون او نص طحنة، تمام. هنحطه هنا شعرة من او معلقة صغيرة من البيكنج باودر او البيكربونات. خلاص كده عشان ما نكترش. نركن بقى الحاجات دي على جنب ونرجع تاني. بصوا يا جماعة، نخلط بقى الحاجات مع بعضها، الجزر مع الشبت او الكزبرة مع البطاطس المسلوقة، ونبتدي نهرس كده. لا اله الا انت سبحانك. في المرحلة دي بقى يا جماعة اللي عنده بيضة يحطها، بيضتين ممكن 3 بيضات، يعني الخليط يقبل من بيضة لحد 3 بيضات. عايزة بقى بهاراتك، عايزة تزودي بهارات حاجات تانية زودي. شايفين كده بدأت طبعا تتقلب. مش عايزة تحطي جزر، ممكن تحطي بصل مبشور او تحمريه على النار. ممكن تحطي فلفل الوان مبشور برضه اهي. شايفين كده يا جماعة، اصبحت كأنها عجينة. هنشوفوا كده الخليط، لو اتكور ماشي هنعمل ايدينا زيت، لو الخليط اتكور مفيش مشكلة، ما تكورش هنحطه معلقة نشا او معلقة دقيق. شايفين كده هنا عندنا ادي معلقتين من النشا، ممكن تستبدليهم ببقسماط مطحون او بالحاجات اللي هي بتاعت كنتاكي، مقرمشات كنتاكي. شايفين كده
هنمسك بقى بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. نغص ايدينا بس شويه زيت كده. خلاص ايدينا زيت، ونبتدي نشكل الايه. هنعملوها على شكل كفته. شايفين؟ عايزه تعملها مدوره مفيش مشكله اهي، اي شكل انت بتحبيه. ممكن كمان تعمليه الشكل ده اهو. ايوه تمام. ممكن تفتحي من النص كده، يعني اي شكل عيالك بيحبوها تعمليه. خلاص هتشكليها وبعدين كتغيير يعني اهي لعيالنا. شايفين كده الشكل ده؟ خلاص كده. طيب عشان نبطنها زي ما قلت بقى، يا اما بدقيق يا اما ببقسماط يا اما بنشا اهي. بطنيها كده وتنفضيها، تنفضي الزيادات بتاعتها اهي اهي. عايزه تحطي مقرمشات تنتجي حطي، انا بقى هخلصها كلها بالطريقه دي. عايزه تشكليه اي شكل عشوائي انت بتحبيه بس تنفضيها. طبعا يا جماعة في الوقت ده ممكن تحمرها في الزيت. ممكن بقى لو عندك بيض وبقسماط وتروحي حطها في الزيت برضك هتتماسك بشكل اكبر. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، كورناها بالطريقه دي وحطينا عليها من بره نشا. تعمليها صوابع كفته، تعمليها مدوره، تعمليها حلق كده، اي طريقه بتحبيها. ومن بره هنحطوا عليها دلوقتي شويه زيت. تمام. ممكن تحطي نشا، تحطي مقرمشات، تحطي شويه زيت اهو. الزيت كده سخن واتقلق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعه شويه زيت. طبعا انا مش قادره امسك الصينيه او الطاسه لانها سخنه. هتعملي ايه؟ همسك بقى على كل دايره هطشطش كده. بسم الله. اطشطش الزيت كده. شايفين اهو؟ بسم الله. سامعين الطشطشه دي؟ الطشطشه دي هتخليها مقرمشه، وان شاء الله ما تلزقش فيه الايه في الصينيه. شايفين؟ بنحاول طبعا نوزع. شايفين الطشطشه دي؟ اسمعوها كده. وزع زي بالظبط ما بتحطي سمنه مقدوحه او زيت على الدقيق. طبعا الحبيبات كلها بتاعته بتشرب من بعضها اهي. شايفين كده اهو؟ فرن درجه حراره 180. من 180 يا جماعة ل200. عايزة بقى طالعة بالشكل ده في الفرن. عايزة تقليها اقليها. تمام. بصوا يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده ده الشكل النهائي. وطبعا دي من المقبلات الاكل، طبعا مع كاتشب مفيش مشكلة، مع شيبسي، شوية مكرونة. وعايزة اقول بقى نقطة مهمة ان هي يعني متماسكة معقولة. طبعا ما ينفعش دلوقتي تتمسك خالص، قال لما تبرد الحاجات دي بتبقى هشة. دي الحاجة الاولانية. الحاجة التانية اللي عايزة اقولها ان هي اصول اساسا يتحط فيها بيض كمادة ربط، بيضة او 2 يعني اقل حاجة بيضة. احنا يعني بدلناها بنشا يعني حاجة مؤقتة، لكن هي محتاجة بيض عشان تتماسك اكتر، ما يكونش فيها تشققات، لكن برضك جميلة. طبعا مقرمشة من بره وطرية من النص عشان يعني ببيض ماشي. عندك نسيت اقول برضك ما عندكش بيضة ممكن تحطي جبنة شيدر برضك عليها من فوق الوش، او تحطي جبنة شيدر من الخليط نفسه وهي بتتعجن. تحطي بيضة، مش عايزة تحطي بيضة حطي جبنة شيدر معشوقة الجماهير بالنسبة لعيالنا.